ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن اعمال سوبرمان في الانيميشن. طبعا دي سلسله قديمه عملت لها كذا فيديو، وطبعا احسنه بالنسبه لي الخاص بباتمان، انصحك تروح تشوفه. في كمان الخاص بسلاحف النينجا ده حلو جدا، ونفس الفكره هنا هعملها عن البطل المشهور والمحبوب جدا سوبرمان. هتكلم بقى عن احسن كرتوناته من مسلسلات وافلام، وهحاول على قد ما اقدر اجيب الاحسن، مش كلهم بس الاحسن. من غير ما اطول عليك، ما تنساش اللايك والاشتراك والحاجات اللي بتدعم الفيديو جدا، ويلا بينا نبدا الفيديو ده. ذا نيو ادفنتشرز اوف سوبرمان. طبعا واضح ان انا هبدا بالمسلسلات، واكيد لازم ابدا بالاصل اللي هو ذا نيو ادفنتشرز اوف سوبرمان. تخيل معايا انك في الستينات، وقت ما الابطال الخارقين لسه مش بالشكل الملحمي اللي احنا متعودين عليه دلوقتي. مفيش بقى مؤثرات ضخمه، مفيش تعقيد، مفيش دراما، كل حاجه كانت بسيطه مباشره وواضحه. وهنا ظهر المسلسل ده، واللي نزل سنه 1966، وده كان اول مسلسل كرتوني مخصص لسوبرمان لوحده تقريبا في التلفزيون. وقتها الشخصيه كانت ايقونيه بالفعل بسبب كوميكس، لكن في الانيميشن لسه طريق قدامه. المسلسل ده قدم سوبرمان بالشكل كلاسيكي جدا، البطل المثالي اللي دايما صح، دايما قوي، ودايما بينقذ اليوم من غير ما يتاثر. الحلقات كانت قصيره وبسيطه، فكرتها الشرير يظهر يعمل مصيبه، سوبرمان يدخل يحل الازمه خلال دقايق. مفيش بقى تعقيد في الحبكه، مفيش تطور طويل للشخصيات، وده طبيعي جدا لزمنه. الفكره وقتها ما كانتش اعاده تعريف للبطل، هي بس كانت تثبيت صورته في دماغ الاطفال. ستايل الانيميشن نفسه كان محدود جدا، حركه قليله، احيانا تلاقي نفس اللقطات بتكرر، نفس طيران، نفس اللكمه. لكن ده مش عيب بقدر ما هو انعكاس للتقنيات والميزانيه اصلا في الوقت ده. الاهم ان المسلسل رسخ حاجات كتير: طريقه طيران سوبرمان، نبره صوته الواثقه، وحتى شكل مدينه متروبوليس الكلاسيكيه. شخصيه كلارك كينت اللي هو نفسه سوبرمان، بس شخصيته العاديه اللي هو الصحفي طيب الخجول شويه اللي بيختفي فجاه وقت الخطر. التحول بين كلارك وسوبرمان كان مباشر، وما فيهوش بقى فلسفه، ما فيش صراع، ما فيش سؤال انا مين. لو بصينا دلوقتي ممكن نحس انه بسيط زياده عن اللزوم، لكن لازم نفتكر انه حجر الاساس. المسلسل ده ساعد ينقل سوبرمان من صفحات الكوميكس لشاشات التلفزيون بشكل ثابت، وهو اللي بدأ يعمل لنا علاقة بين الأطفال والشخصية خارج الورق. سوبرمان حرفيا هو ده بس اسمه سوبرمان. ننط 22 سنة لقدام، سنة 1988 العالم اتغير والانيميشن نفسه بدأ يطور، وهنا ظهر مسلسل سوبرمان من إنتاج روبي سباروس. الفرق هنا واضح من أول نظرة، الانيميشن أحسن، حركة أنعم، تفاصيل أكتر، لكن الأهم سوبرمان بدأ ياخد مساحة أعمق شوية. المسلسل ده حاول يوازن بين كلاسيكيه وتحديث. لسه سوبرمان هو البطل المثالي، لكن بقى فيه اهتمام اكبر بعالمه. متروبوليس بقت مدينه لها طابع اوضح، الشخصيات الجانبيه بقى ليها حضور اقوى، حتى الاعداء بقوا متنوعين اكتر. احد اهم الحاجات في النسخه دي انهم رجعوا يركزوا على اصول سوبرمان، كريبتون، جورو، تاريخه. الحاجات دي بدات تاخد اهتمام اكبر بدل ما تكون مجرد خلفيه سريعه، وده خلى الشخصيه تحس انها جايه من مكان ليه فعلا جذور. كلارك كينت هنا بقى اوضح كشخصيه مستقله، مش مجرد قناع. بدانا نشوف تفاعله في الجريده، علاقته بزملائه، حياته اليوميه. صحيح لسه مفيش صراع بقى نفسي معقد والحاجات اللي بنشوفها دي في محاوله لتقديمه كبني ادم، بس طبيعي يعني لان المسلسل قديم جدا. الشرير في النسخه دي كان اقوى شويه من الستينات. ليكس لوثر هنا بقى اكتر وضوح وتاثير، بقى في احساس ان في خصم حقيقي لسوبرمان، مش مجرد مجرم. المسلسل كمان حاول يقدم مغامرات اكبر شويه من ناحيه الافكار، مش بس انقاذ قطه من شجره، لا، في تهديدات كونيه، في خطط اعقد، في احساس ان العالم اوسع. لكن رغم التطوير ده، النسخه دي لسه محافظه على روح سوبرمان الكلاسيكي. هو لسه البطل اللي عمره ما بيتردد، عمره ما بيغلط غلطه كبيره، عمره ما بيفقد السيطره. ده قبل عصر البطل المكسور. طبعا لو حطينا جنب النسخه اللي اتكلمت عليها قبلها، فحرفيا دي احسن بمليون مره، وطورت عنها بطريقه غبيه، ومصوب غبيه هنا بطريقه قويه. يعني سوبرمان ذا انيميتد سيريز، لو في عمل واحد نقدر نقول انه عرف جيل كامل بسوبرمان، فهو المسلسل ده او الكرتون ده اعاده تقديم للشخصيه بشكل احسن، اذكى من اي وقت فات. اول حاجه هتحس بيها هي النضج، الالوان اغمق شويه، الجو العام اكتر جديه، والقصص بقت تاخد وقتها. مش كل حلقه مجرد مشكله تتحل في 10 دقائق وخلاص، لا، في بناء وتطوير وفي عواقب. المسلسل ده جزء من عالم دي سي المتصل في التسعينات، وده خلاه يستفيد من جوده كتابه عاليه جدا. هنا شفنا سوبرمان مش بس كبطل قوي، لكن كشخص بيتعلم، بيغلط احيانا، بيتفاجأ، بيتصادم، وده فرق ضخم عن النسخ القديمه. من اول حلقه قصه كريبتون اتقدمت بشكل درامي قوي، شفنا سقوط الكوكب، شفنا احساس الفقد، شفنا ان سوبرمان مش مجرد بطل نازل من السماء، هو اخر امل لحضاره ماتت، وده بيضيف وزن حلو جدا للشخصيه. كلارك كينت هنا بقى شخصيه حقيقيه، عنده كاريزما، عنده ذكاء، وعلاقته بلويس لين بقت جزء اساسي من الاحداث، مش مجرد سر بيستخبى، لكن علاقه فيها شد وجذب واحترام متواطئ. والاعداء هنا بقى المستوى بقى ارتفع فعلا. ليكس لوثر في النسخه دي مش مجرد شرير، ده راجل اعمال عبقري متحكم، شايف نفسه اعلى من اي كائن حتى لو كان اسمه سوبرمان. الصراع بينهم مش عضلات ضد عضلات، ده صراع افكار. وبرضه شفنا دارك سايد، برينياك، اعداء اقوى جدا خلوا سوبرمان يتحط في مواقف صعبه فعلا. لاول مره نحس ان في
خطر حقيقي وان في احتمال خساره. المسلسل ده كمان اشتغل على فكره ازاي العالم شايف سوبرمان، مش كل الناس بتثق فيه، في خوف منه، في قلق من قوته، وده عنصر مهم جدا في تطور الشخصيه. العالم ده فعلا والعمل ده رسخ سوبرمان كنموذج للبطل الناضج مش بس للاطفال. بعد كل السنين دي ماي ادفنتشر والسوبرمان، ماي ادفنتشرز والسوبرمان رجع بالشخصيه لمرحله الشباب. هنا احنا قدام كلارك كنت في بدايه حياته، لسه بيكتشف قواه، لسه بيحاول يفهم هو مين. اول فرق واضح الاسلوب البصري، الانيميشن هنا متاثر جدا باسلوب الانمي، الالوان زاهيه، حركه سريعه، تعبيرات اقوى. ده لوحده خلى ناس كتير تاخد بالها المسلسل حتى قبل ما تشوفه. لكن الاهم من الشكل هو الروح. المسلسل بيركز على الصداقه والحب والنمو، العلاقه بين كلارك ولويس وجيمي واخده مساحه كبيره جدا، وده بيخلي قصه انسانيه اكتر. كلارك هنا مش البطل الواثق اللي عارف كل حاجه، هو متردد، بيغلط، بيتوتر، احيانا مش فاهم قواه بالكامل، وده بيخليه اقرب للمشاهدين الجدد. النسخه دي مش مهتمه انها تقدم سوبرمان كرمز ملحمي تقيل، هي مهتمه تقدمه كبني ادم طيب جدا بيحاول يعمل الصح حتى لو مش عارف الطريق كامل. في تركيز اكبر على المشاعر، على اللحظات الصغيره، على التفاعل بين الشخصيات، وده بيخلي المسلسل اخف في الجو العام مقارنه بنسخه التسعينات، لكنه مش سطحي. الشرير هنا بيتقدم بشكل تدريجي، في غموض، في بناء بطيء. المسلسل بياخد وقته وده بيخلي التجربه متماسكه. الجميل في العمل ده انه بيحترم التراث القديم لكنه مش عايش فيه، يحاول يخاطب جيل جديد بلغته هو. سوبرمان دومز داي. طبعا بدأنا في الأفلام. سنة 2007 العالم شاف أول مرة موت سوبرمان يتحول لفيلم أنيميشن، واللي هو السوبرمان دومز داي. قدم نسخة مكثفة من الحدث الأسطوري اللي حصل في كوميكس، وحسس المشاهدين بقوة سوبرمان والتهديد اللي ممكن يواجهه. أهم حاجة في الفيلم ده إنه بدأ يقدم سوبرمان كبطل ممكن يخسر لحد وقت قريب. سوبرمان كان دايما لا يقهر، دايما بينقذ اليوم من غير أي خوف، لكن هنا أمام دومز داي حسس المشاهد إن في خطر حقيقي، البطل ممكن يقع، وده عنصر شد المشاهد من اول ثانيه. الفيلم اختصر القصه المعقده للكوميكس وحولها لصراع سريع ومباشر. شخصيات تانية كانت موجوده لكن التركيز كله على سوبرمان والصراع الشخصي بقى والعاطفي مع دومز داي. شفنا مشاعر كلارك، خوفه وامله اللي ما فقدوش ابدا رغم الخطر. الاسلوب البصري كان ملائم لقصه، الوان داكنه، مؤثرات قتاليه قويه، وفي موسيقى مشوقه فعلا. المعارك كانت عنيفه وده غير مألوف في افلام سوبرمان كرتونيه قبل كده. التوتر كان حاضر في كل لقطه. الفيلم ده مهم لانه علم الجمهور ان سوبرمان مش مجرد بطل، هو شخصيه لها حدود وعندها مشاعر وخسائر. اول ستار سوبرمان احد افضل افلام سوبرمان في الانيميشن في التاريخ حرفيا، مش بس فيلم، ده تجربه فنيه مستوحى من سلسله الكوميكس الشهيره، وبيقدم نسخه مثاليه لسوبرمان القوي الذكي طيب وفي نفس الوقت حساس كده وعميق شويه. اول حاجه تلاحظها هي الحكايه. الفيلم بيحكي عن سوبرمان بعد ما تعرض لمحنه هتغير حياته، لكنه بيستغل الوقت ده عشان يعمل الخير، بيساعد الناس وبيحاول يترك ارث. القصه مركزه على الانسان اللي تحت البدله، على كلارك نفسه، مش بس على البطل الخارق. الاعداء هنا مش مجرد خصوم جسديين في شونج ديفيس وفي المخاطر العلميه. كل خصم بيظهر عشان يختبر الذكاء وشجاعه سوبرمان مش بس قوته البدنيه، وده بيعطي الفيلم عمق كبير جدا مقارنه بالافلام الثانيه. الانيميشن متقن، الالوان زاهيه كده ومتناسقه مع طابع الملحمي الموسيقي، وطبعا في لمسه كوميديه لطيفه عشان برضه تحافظ على خفه الفيلم. سوبرمان ضد ذا إليت ده فيلم انيميشن مختلف شويه عن اللي قبله. الفيلم ده مش بس عن سوبرمان وهو بيقاتل اعداء، ده فيلم بيطرح سؤال كبير، ايه معنى انك تكون بطل حقيقي؟ القصه بتبدا لما مجموعه جديده من الابطال الخارقين اسمها ذا إليت تظهر وتبدا تحارب الشر بطريقه قاسيه وسريعه. هم مش بيترددوا، اي حد بيخالف القانون بيتهزم فورا، وده بيخلي العالم ينبهر بيهم. المجتمع يفضلهم احيانا على سوبرمان نفسه، لكن سوبرمان عنده مبادئ، مش اي حد ممكن يموت، مش اي فعل ممكن يتقبل. الصراع هنا مش بس عضلات، الصراع فكري كده واخلاقي. الفيلم بيخلي المشاهد يفكر، هل العنف الفوري هو الحل ولا الصبر والحكمه زي ما سوبرمان بيعمل؟ الرسوم هنا ممتازه، الحركه سلسه، والمعارك مليانه توتر من غير ما تتحول لمجرد مشاهد عنف. كلارك اللي هو سوبرمان بيتحرك بعقلانيه، بيفكر وبيحاول يلاقي حل لكل مشكله قبل ما يضطر يواجهها بقوه. الاهم ان الفيلم ركز على الشخصيه نفسها، سوبرمان كرمز الاخلاق. حتى لما التوتر يكون كبير هو دايما بيتصرف بطريقه صحيحه، وده اللي بيخليه نسخه ملهمه للشباب والجمهور. سوبرمان ام بوين سنه 2013، واللي رجعنا لتجربه ملحميه عن سوبرمان ضد خطر فضائي عظيم اللي هو برينياك. القصه هنا قويه
قويه جدا. برينياك بيهدد الارض والكوكب بالكامل، وسوبرمان لازم يستخدم كل قوته وذكائه عشان يوقفه. الفيلم مش بس عن عضلات وقوه لكن عن الصراع الشخصي. سوبرمان بيحس بضغط رهيب وبيحاول يحمي العالم مع الحفاظ على مبادئه. في الفيلم ده شفنا اكتر جانب بشري في سوبرمان، خوفه، شعوره بالمسؤوليه، ودايما محاولته لحمايه كل الناس حتى لو ده معناه التضحيه بنفسه. الفيلم بيخلينا نحس ان كل خطوه بيعملها ليها تقل، مش مجرد حركه عشوائيه. الانيميشن ممتاز جدا، تفاصيل عاليه، المؤثرات حقيقيه، قتالات ممتعه ومثيره. كمان الموسيقى ملحميه جدا وترفع توتر والدراما كل مشهد. ده فيلم مهم جدا لانه بيركز على قوه مع الحكمه، على قياده مع الانسانيه، وحاجات كده فاهم كلها ضربه في الخلاط. وبيعرفك كمان ان سوبرمان مش مجرد آلة عضلات وخلاص، هو بطل متكامل في العقل والقوه والقلب. ذا ديس اوف سوبرمان دي نسخه انيميشن مباشره من الحدث الاسطوري اللي العالم كله يعرفه عن الكوميكس. الفيلم ده ركز على اقوى لحظات سوبرمان كرمز العداله ومواجهه الشر الاكبر على الارض، دومز داي. اول حاجه تحس بيها في الفيلم هي القوه العاطفيه. القصه كلها محورها سوبرمان مش بس كبطل خارق لكن كبطل انساني، توتر مستمر، خطر حقيقي، والمشاهد بيحس ان اي لحظه ممكن تغير كل حاجه. الفيلم مش مجرد قتال، ده صراع على حياه الناس، على الامل وعلى معنى انك تكون بطل. والرسوم هنا ممتازه جدا، حركه سلسه، المعارك ملحميه، والالوان والخلفيات بتدي احساس بالدراما والجديه اللي تناسب قصه موت سوبرمان. التوتر موجود من اول مشهد، وحتى لما بيقع الصراع مع دومز داي كل حركه محسوبه بعنايه، ودي تعتبر نسخه محسنه للفيلم اللي اتكلمت عنه في الاول. اكتر حاجه فعلا مميزه في الفيلم هي تطور الشخصيات الجانبيه، لويس لين بقى واصدقاء سوبرمان وحتى الاعداء. كل حاجه يعني تعتبر مظبوطه قوي في الفيلم ده. فيلم مهم جدا برضه لانه بيعلم المشاهدين ان حتى اقوى الابطال عندهم حدود، زي سوبرمان نفسه اللي دايما رمزه القوه والعداله بيواجه نهايه ممكن تكون مأساويه، وده بيعطي قصه يعني عمق كبير جدا وبيخلي الجمهور يتفاعل مع الشخصيه دي بشكل احسن. سوبرمان ريد صن. وخلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى تقول لي ايه احسن عمل شفته لسوبرمان، سواء ذكرته في الفيديو او لا، انزل اكتبه تحت في كومنتات. ولو عايزني اعمل حاجه زي كده عن اي بطل او مثلا انيميشن اتعمل لبطل، فما تنساش تقول لي برضه. اشوفك الفيديو الجاي في حفظ الله.